السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الرابع الابتدائي مع حل الأسبوع الثاني الدرس الثاني الخريطة في حياتنا. أول سؤال بيقولك انظر الخريطة، يشير رقم واحد على الخريطة إلى إيه؟ أحد عناصر الخريطة وهو هنقول له وردة البوصلة. طب اتنين، بما تفسر أهمية العنصر رقم اتنين على الخريطة. قال لك ده طبعا مقياس الرسم فبيساعدنا على معرفة المسافة على الخريطة وما يقابلها على الطبيعة أو أرض الواقع. طب رقم 3 بيقول لك تعاون مع زميلك واكتب عنوان الخريطة المقابلة. هنقول له طبعا جمهورية مصر العربية، دي خريطة جمهورية مصر العربية. طيب فكر وأجب. بيقول لك إذا علمت أن المسافة بين القاهرة وأسيوط 4 سم على الخريطة، فكم تكون المسافة بينهما في الواقع إذا كان مقياس رسم الخريطة 1 لكل 100 كيلو متر؟ هنضرب الأربعة في 100، النتيجة هتبقى 400 كيلو متر. طب تعال نشوف الأداء المنزلي. الواجب: 1. اكتب مدلول كل لون من الألوان التالية على الخريطة. رقم 1 البني. البني ده يا جماعة يبقى مناطق مرتفعة زي الجبال والهضاب. طب الأخضر قالك المناطق الأقل ارتفاعا زي السهول. طب الأزرق هنقوله المسطحات المائية زي البحار وزي البحيرات. طب رقم 2 بما تفسر أهمية وردة البوصلة على الخريطة. دي بتساعدنا على تحديد الأماكن والاتجاهات على الخريطة. الفقرة التانية أهمية الخريطة. بقولك أهمية الخريطة بالنسبة للأشخاص اللي موجودين في الصور. أول شخصية هنقول له المهندس، بيعمل إيه؟ قالك بيخطط لإنشاء المباني والطرق. الصورة التانية بتعبر عن المعلمة في الشرح، يبقى الخريطة بتستخدمها في الإيه؟ في الشرح. طب الصورة التالتة قالك الطيار أو قبطان السفينة بيستخدم الخريطة طبعا عشان يحدد مسارات الرحلات. طب تعال نشوف الواجب والأداء المنزلي. طيب بيقولك صمم شكلا تخطيطيا من ابتكارك، وضح أهمية الخريطة في حياتنا. هنقول إنها بتساعد طبعا الطالب في المذاكرة، بتساعد المعلم في الشرح. طب تعال نشوف التقييم الأسبوعي. نموذج ألف. رقم 1: أحد عناصر الخريطة يمكننا استخدامه لحساب المسافة بين مدينتين على الخريطة وما يقابلها على الطبيعة. هنقول له مقياس الرسم. إذا كانت المسافة بين الإسكندرية وأسيوط على الخريطة 6 سنتي ومقياس رسم الخريطة 1 سنتي لكل 100 كيلو متر، هنقول له المسافة بينهما على الطبيعة هنضرب 6 في 100 هتساوي 600 كيلو متر. طب 1 بما تفسر أهمية الخريطة للمهندس. هنقول له يستخدمها عند التخطيط لإنشاء المباني والطرق. طيب ما أهمية وردة البوصلة على الخريطة؟ هتساعد طبعا في تحديد موقع الأماكن والاتجاهات على الخريطة. طب رقم 3 بيقولك اشرح مدلول اللون البني على الخريطة مع تقديم مثال. هنقول له اللون بني طبعا بيدل على المناطق المرتفعة مثل الجبال زي جبل سانت كاترين، والهضاب مثل هضبة التي. طب تعال نشوف نموذج ب. أكمل العبارات الآتية. هنقول له 1: أحد عناصر الخريطة يمكننا استخدامه لتحديد اتجاه الشمال. هنقول له وردة البوصلة. طيب إذا كانت المسافة بين القاهرة والإسكندرية على الخريطة 4 سنتي ومقياس رسم الخريطة 1 سنتي لكل 100 كيلو متر، فإن المسافة بينهما على الطبيعة هنضرب برضو 4 في يا جماعة في 100 هتساوي طبعا 400 كيلو متر. طيب بما تفسر أهمية الخريطة للجندي. هنقول يستخدمها في تحديد المواقع العسكرية. طيب ما أهمية عنوان الخريطة؟ بيوضح موضوع الخريطة. طب رقم 4 بيقول لك اشرح مدلول اللون الأخضر على الخريطة مع إعطاء مثال. هنقول له المناطق الأقل ارتفاعا بتكون زي السهول، سهول فيضية أو سهول ساحلية. طب نموذج ج. 1: أكمل العبارات الآتية. أحد عناصر الخريطة يمكننا استخدامه لمعرفة موضوع الخريطة. هنقول له هو عنوان الخريطة. طيب إذا كانت المسافة بين مرسى مطروح والأقصر على الخريطة 10 سنتي ومقياس رسم الخريطة 1 سنتي لكل 100 كيلو متر، هنقول المسافة بينهما على الطبيعة هتساوي إيه؟ هنضرب 10 في 100 يبقى هتساوي 1000 كيلو متر. طب 2 بما تفسر أهمية الخريطة للمزارع. كمان المزارع بيستخدمها في تحديد موقع الأراضي الزراعية. رقم 3 ما أهمية مفتاح الخريطة؟ قال لك مفتاح الخريطة بيساعدنا على إيه؟ معرفة الألوان، معنى الألوان والرموز المستخدمة في الخريطة.
رقم 4، اشرح مدلول اللون الأزرق على الخريطة مع تقديم مثال. هنقول له يشير إلى المسطحات المائية مثل، قال لك البحار، مثل البحر الأحمر والمتوسط، والبحيرات مثل بحيرة ناصر. وبكده احنا خلصنا الأسبوع التاني، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.